لو انت شغال في التسويق او عندك بيزنس فانت اكيد سمعت عن مصطلح السوات اناليسيز، بس هل استخدمتها قبل كده وهل يا ترى استخدمتها صح ولا لا؟ تعالى في الفيديو ده هشرح لك بطريقة بسيطة ايه هي السوات اناليسيز علشان تقدر تستخدمها في ان انت تطور من مشروعك او من شركتك. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وفولو. خلينا نبدأ الاول بيعني ايه سوات اناليسيز. سوات اناليسيز هي أداة تحليل استراتيجي بتخليك تفهم موقف شركتك فين في السوق، وهي بتتكون من 4 كلمات. أول كلمة فيهم وهي الS، اختصار لسترينث أو نقط القوة اللي عندك. دي نقط القوة اللي جوه شركتك اللي بتديك أفضلية تنافسية عن المنافسين بتوعك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت ممكن يكون عندك حاجة مش موجودة عند ناس تانية، أو ممكن يكون عندك موارد قوية أقوى من المنافسين بتوعك، وهديك مثال دلوقتي على الكلام ده عشان تفهم اللي أنا بتكلم فيه. ممكن مثلا من نقط القوة بتاعتك إن أنت يكون عندك فريق خدمة عملاء قوي ومنتشر في أنحاء الجمهورية كلها، وبيقدر إن هو يحل المشاكل بسرعة كبيرة. دي تعتبر نقطة قوة عندك. أو ممكن مثلا إن أنت تكون بتقدم منتج أو خدمة مش موجودة عند حد وأنت بس اللي بتعرف تقدمها بالطريقة دي. دي نقطة قوة عندك. أو إن السمعة بتاعتك كويسة في السوق والناس مجرد ما بتسمع الاسم بتاعك بتثق في المنتج اللي أنت بتقدمه. دي تعتبر نقطة قوة عندك. فالسترينث أو نقط القوة بتكون جوه حدود شركتك، وهي اللي بتديك أفضلية تنافسية علشان تقدر تميز نفسك عن المنافسين بتوعك. تاني حاجة وهي الويكنس أو نقط الضعف، ودي أي حاجة جوه حدود شركتك بتأثر عليك بالسلب. زي مثلا إن أنت ممكن يكون عندك نقص في الموارد المالية، فأنت مش بتقدر إن أنت تتوسع بالشكل الكافي اللي أنت بتخطط له، فدي تعتبر من نقط الضعف اللي في شركتك. او مثلا ان انت يكون عندك مشاكل في خطوط الانتاج بتاعتك، دي برضو نقط ضعف. او ان انت مش بتستخدم السوشيال ميديا بشكل قوي في التسويق بتاعك، دي برضو تعتبر من نقط الضعف. المهم ان انت تكون واعي لكل نقط الضعف اللي عندك في الشركة علشان تبدأ تفكر ازاي هتحسن كل نقطة فيها. ونقط الضعف ونقط القوة الحاجات دي بتكون جوه حدود شركتك، يعني انت المتحكم الاول والاخير فيهم، فانت تقدر تحسن منهم علشان تخلي نقط الضعف تتقلب لنقط قوة. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده وهي الفرص أو الopportunity. دي الحاجات اللي ممكن تساعدك إنك تطور من شركتك وتكبرها في السوق. في الأغلب دي كلها بتكون عوامل خارجية خارج حدود شركتك، فأنت لازم تكون متابع بشكل كويس جدا عشان لما تيجي الفرصة لازم تستغلها بالشكل الصح. زي مثلا لو في منافس ليك في السوق زود أسعاره، فدي فرصة ليك إن أنت ممكن تبدأ تاخد العملاء بتاعته لو أنت الأسعار بتاعتك أحسن منه. أو لو في آلات أو تكنولوجيا جديدة ظهرت في المجال بتاعك فأنت ابتديت تستغل التكنولوجيا دي عشان تطور من المنتج بتاعك، فدي برضو تعتبر من الفرص اللي انت ممكن تستغلها. باختصار الفرص دي ممكن تغير من شركتك كلها، بس المهم ان انت تستغلها بشكل صح قبل ما غيرك هو اللي يستغلها وانت تبقى واقف بتتفرج عليه. اخر نقطة في السوات اناليسيس وهي التهديدات او الثريتس، ودي اي حاجة خارجية ممكن تشكل خطر على الشركة بتاعتك وعلى النمو بتاعها والانتاج بتاعها. زي مثلا ان يكون في منافس جديد دخل السوق وبيحاول ياخد منك العملاء باسعاره الاقل منك، او ممكن يكون في قوانين جديدة طلعت او الضرائب زادت عليك، فدي كلها حاجات هتأثر على الشركة بتاعتك. فانت دايما لازم تكون مستعد لاي تهديدات ممكن تحصل، ولازم دايما يبقى عندك بلان A و B و C علشان لو في حاجة حصلت لازم دايما تبقى مستعد لها. فالخلاصة لو انت قدرت ان انت تحلل نقط القوة ونقط الضعف عندك وتبدأ تشتغل عليهم وتحسن نقط الضعف اللي عندك تخليهم نقط قوة، في نفس الوقت عرفت تتابع اللي بيحصل حواليك سواء من فرص او تهديدات، ده كله هيساعدك ان انت تعمل سوات اناليسيس بشكل ناجح، وفي الاخر هتقدر تاخد القرار الصح لشركتك. وطبعا لو اول مرة تسمع عن السوات اناليسيس ما تنساش تعمل الشير مع اصحابك اللي مهتمين بالبيزنس والماركت.